السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل محبي تعليم اللغة الإنجليزية، النهاردة يا جماعة هنتكلم في الفونكس، وهنتكلم بالأخص على الشورت فاولز اللي هو ال A وال E وال I وال O وال U. طبعا ركز معايا في نطق كل حرف عشان تنطق صح. عندي ال A، بحاول وانا بنطق الكلمة في حرف الايه ان انا افتح بقي او الفكين بتوع الفم يكونوا الاعلى. تمام. الاي بخفض شوية، الاي بخفض اكتر. تعالوا كده مع بعض نسمع الكلمات. كا كات، ما مات، سات، هات، رات، بات، كان، مان، باد، ران، لاد، ساد. هنا بصوا الاي هخفض فتحة الفم شوية. بصوا باد، باد، لاد، لاد، فاد، فاد، بان، بان، دان، دان، من، لات، لات، نت، نت، ويت، بات، جات، سات. طبعا في الاي بخفض قوي. بصوا كده: فت، ويت، هت، لت، ست، سن، تن، وين، بن، بت، بيج، 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 بوت، جوت، هوت، رود، بود، كود، هود، لوج، دوج، فوج، هوج، كوت. هنا ما قلتش بوت، قلت بات، جات. تمام. حرف اليو هنا هيفتح. بصوا: فان، ران، صن، رات، هات، نات، شات، كات، مد، جن، راب، تاب. تمام. ده بالنسبة للشورت فاولز اللي هي الحروف او الحروف المتحركة اللي هي القصيرة، الخمس حروف اللي عندي وازاي انطقهم. وطبعا ده لما بيكون الكلمة من مقطع واحد، وقبل الحرف اللي احنا بنتكلم عليه قبل حرف ساكن وبعديه حرف ساكن. يا ريت يكون الفيديو استفدتوا منه، ويا ريت تدعمونا بسبسكرايب، تشتركوا في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وإن شاء الله نلتقي على خير في درس جديد من دروس الفونكس وقواعد النطق، تعليم اللغة الإنجليزية والوصول للقمة في النطق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.